الأهلي ينفي لحسام حسن المدير الفني للمنتخب وجود أي نية لدى النادي في إقحام المنتخب في الأزمة الحالية بينه وبين اتحاد الكورة، وذلك بعدما روج البعض مؤخرا لشائعة أن الأهلي لن يقبل انضمام لاعبيه للمنتخب إلا في الأجندة الدولية فقط. الأهلي يطالب اتحاد الكورة بالاحتفاظ بتسجيلات تقنية الفار في مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا وعدم إتلافها بأي طريقة كانت لتمسك النادي الكامل بالاطلاع عليها. الأهلي يطالب باستخدام طاقم حكام أجانب من حكام النخبة في أوروبا لمباراته أمام بيراميدز وإبعاد الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام عن عملية الاختيار تماما في ظل توجهاته الواضحة. ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي يعود للقاهرة استعدادا لحضور اجتماع النادي الطارئ يوم الأربعاء المقبل لتحديد موقف النادي تجاه اتحاد الكرة بعد رفضهم استماع وفد النادي لمحادثات تقنية الفار وما حدث من إهانة لاعبي الفريق من الحكم محمود وفا، وذلك تمهيدا لتصعيد الأزمة بكل الطرق للدفاع عن حقوق النادي. الأهلي ينشر خطاب الاتحاد الذي يؤكد فيه أنه يبذل أقصى جهده للاستعانة بحكام أجانب للقمة في الموسم الماضي لكشف اتحاد الكرة المضلل أمام الرأي العام، والذي فضح أوسكار رويز في ظهوره التلفزيوني الأخير بالتأكيد على أنه لم يطلب منه أحد استخدام حكام أجانب للمباراة. والنادي يؤكد أن هاني بوريدة مطالب بالاعتذار الرسمي للنادي وجماهيره وكشف التفاصيل بشفافية وكشف أسباب ظهور اسم أحمد مجاهد في كل الملفات الحساسة رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي داخل الاتحاد حاليا، خصوصا أن القضية حاليا لم تعد قضية ركلة جزاء أو مباراة بل منظومة كاملة تحتاج لمراجعة حقيقية وشاملة، وإذا لم يكن هناك وضوح لن تتوقف هذه الشكوك وستزداد الفجوة في الثقة. الأهلي ينفي نشر ياسين منصور نائب رئيس النادي أي شيء على موقع فيسبوك، وذلك بعدما نشرت صفحة تحمل اسمه تهديد بإلغاء بطولة الدوري إذا لم يحصل النادي الأهلي على حقه. الأهلي يدرس فكرة اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية ضد اتحاد الكرة وهاني بوريدة رئيس الاتحاد بسبب أزمة مباراة القمة الموسم الماضي واستغلال تصريحات أوسكار رويز الأخيرة الذي اعترف خلالها بأنه لم يطلب منه أحد استخدام حكام أجانب للمواجهة، وذلك بسبب الخسائر المالية الكبيرة للنادي من هذه الأزمة التي تم جر النادي إليها بشكل متعمد بناء على تعليمات أحمد مجاهد. محمود وفا الحكم المثير للجدل يدرس جديا تقديم شكوى في لجنة الانضباط ضد السيد عبد الحفيظ واتهامه بتهديده بعدم إسناد أي مباراة له مجددا، وتوجيه لبعض الحكام المدلسين بالهجوم على ناصر عباس الخبير التحكيم الذي تواجد في وفد النادي الأهلي بالأمس باتحاد الكورة. قناة الأهلي تهاجم الصقر أحمد حسن بسبب تصريحاته الأخيرة والهجوم الغير مبرر على قناة النادي وأسامة حسني بسبب الدفاع عن حقوق النادي ووصفه لنجوم النادي السابقين الذين يدافعون عن النادي إعلاميا بالباحثين عن اللقطة والذين يدعون أنهم حماة الحمى، وفي نفس الوقت الدفاع عن أحمد مجاهد بشكل غريب جدا. يستر بالمدير الفني يناقش مع مسؤول الأهلي إمكانية إجراء أكثر من مباراة ودية للفريق المرحلة القادمة لتجهيز اللاعبين لمباراتي بيراميدز والزمالك التي ستقام نهاية الشهر الجاري. المعلق المثير للشفقة أحمد الطيب يحاول زيادة غضب الجماهير تجاه إمام عاشور بالتلميح عبر صفحته عن وصول عرض للاعب ب3 أضعاف راتبه في الأهلي. رابطة الأندية توقف حامد حمدان لاعب بيراميدز في مباراة الزمالك فقط بعد تعرضه للطرد أمام المصري. يستر بيفاضل بين محمد علي بن رمضان وأليو ديانج للتواجد في تشكيل الفريق الأساسي أمام بيراميدز بعد تأكد غياب حسين الشحات للإيقاف بعدما تراجع الأهلي عن التعاقد معه بسبب العمل كمطرب. بابلو الصباغ المهاجم الكولومبي صاحب الأصول الفلسطينية والسورية يتألق مع أهل طرابلس الليبي ويسجل ثنائية جديدة. وكيل محمد زجرانة لاعب فريق مولودية الجزائر يؤكد أن الأهلي ليس النادي المصري الوحيد المهتم بالحصول على خدمات موكله، وهناك اهتمام من بيراميدز باللاعب أيضا. حسام حسن يستقر على إعلان قائمة منتخب مصر لكأس العالم 15 مايو القادم بعد نهاية بطولة الدوري. جماهير الأهلي تنتظر أن يتحرك الكاف ويحرم الترجي من جماهيره في نهائي دور الأبطال حال نجاحهم في الصعود بعدما اعتدت جماهيره على الحكم مصطفى غربال بالأمس بقارورات المياه. الأهلي يتحفظ مجددا على مناقشة عرض برتغالي لأحمد خالد قباقة لاعب الفريق بسبب حاجة الفريق لخدماته الموسم القادم. كريستو يبلغ إدارة النجم الساحلي برغبته في البقاء ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل حال موافقة الأهلي على رحيله مجانا. اتحاد الكرة يؤكد أن مباراة الزمالك وبيراميدز ستقام بتحكيم مصري في ظل ثقة الناديين بالحكام وعدم طلب حكام أجانب من أي طرف حتى الآن. إدارة الزمالك تعد معتمد جمال بالتجديد له وقيادته الفريق الموسم المقبل حال الفوز بالدوري والكونفدرالية.
قناة نادي الزمالك تهاجم أحمد بلال لاعب الأهلي السابق بكل قوة بسبب تصريحاته الأخيرة عن ناصر منسي، وتؤكد أن تصريحاته مليئة بالنفسنة والحقد والغل، وناصر منسي أفضل منه بمراحل وقادر على تخطي أرقامه في بطولة الدوري، فلا يوجد أي فرق بينهم سوى 10 أهداف فقط، وهو أفضل مهاجم في مصر حاليا ويستحق قيادة منتخب مصر أساسيا على حساب أي لاعب آخر، وناصر منسي أسطورة غصب عنه. غانا تعلن التعاقد مع البرتغالي كارلوس كروش مدرب منتخبنا السابق لقيادة منتخب بلادها في كأس العالم. حسن المستكاوي الناقد الرياضي الكبير يتعرض لوعكة صحية ودعم كبير له من نجوم الرياضة بسبب سمعته الطيبة. ريال مدريد يفكر في بيع كامافينجا في الصيف المقبل، وباريس سان جيرمان الفرنسي أبرز المهتمين بضمه. لامين يامال لاعب برشلونة يعد جماهير النادي بريمونتادا أمام أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة ذهابا. تقارير صحفية تؤكد أن هناك أندية سعودية تريد التعاقد مع عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان في الصيف القادم. ياسر ريان نجم الأهلي السابق يؤكد أن مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة ستحدد بشكل كبير شكل المنافسة الفترة القادمة على بطولة الدوري، وإذا انتهت المباراة بالتعادل ستزيد حظوظ الأهلي بشكل كبير في الفوز باللقب، خصوصا أنه سيواجههم بعد ذلك والفوز عليهم يجعله متصدرا للبطولة. لكن إذا انتهت مباراة بيراميدز لصالح الزمالك فالأبيض سيقترب بشدة من الفوز باللقب، وسيكفي التعادل مع الأهلي في الجولة التالية. ويؤكد أن بيراميدز يملك كل الحظوظ في الدوري حتى الآن وقد يفوز على الزمالك والأهلي، فهو الفريق الأكثر اكتمالا حاليا رغم التعادل مع المصري. وفيما يخص محمد شريف وتعرضه لانتقادات حاليا فهو أصبح خارج الخدمة تماما، والسوشيال ميديا التي تنتقد اللاعب حاليا هي السبب الرئيسي في عودته، ومع احترامه للاعب هو لا يستحق البقاء في الأهلي الموسم القادم، واللاعب مفتقد الثقة تماما. وفيما يخص مروان عثمان فهو ظلم باللعب في مركز المهاجم بالأهلي، وهو لاعب جيد يمكن الاستفادة منه باللعب كمهاجم تاني أو مركز رقم 10. أما فيما يخص زيزو فإذا لم يحقق الأهلي الدوري هذا الموسم قد يكون ضحية ويتم عرضه للبيع، فاللاعب لم يقدم الإضافة الحقيقية حتى الآن ومستواه منذ بداية الموسم غير ثابت. فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق: عشان كرة القدم تتقدم في مصر لازم تكون في لجنة تحكيم مستقلة تماما عن اتحاد الكورة، والتعامل مع الأندية من أصغر نادي لأكبر نادي يكون واحد ونفس المعاملة، والشفافية تكون 100%، وتكون جائزة الفوز بالدوري العام 100 مليون جنيه على الأقل، ويتم تخفيض عدد الأجانب في الدوري المصري إلى 4 لاعبين، ويشترط دوليين سواء فوق السن أو تحت السن، ويفضل أن يكونوا من دول ترتيبها العالمي أقل من 50 على العالم في ترتيب الفيفا للمنتخبات، غير كده لن تتقدم الكرة المصرية يوما إلى الأمام.